بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. المجموعة الخامسة فيها خمس ست فلاسفة اتكلموا على كلهم فلاسفة معاصرين بقى 4 مذاهب فلسفية. اسمع المبدأ الأساسي عشان تشوف أسئلتك على طول. الدفاع عن حق الحيوانات بيتر سينجر وتوم ريجن. فسؤالنا عن حيوانات، عن حشرات وحيوانات بس، يبقى واحد من الاثنين. اخلاق الارض، اكلمك على حيوانات ونباتات، مصادر ميه، مصادر طاقه، شمس، كل حاجه في الارض. الدو ليوبولدو اخلاق ارض، رفض نظره استعماريه واستعلائيه للارض، فاكر؟ طب التالتة الايكولوجيا العميقه، ارني نايس، احترام القيمه الذاتيه لكل الكائنات الحيه، كائنات حيه بس مش دعوه بمصادر ميه ولا طاقه، كائنات حيه، انسان، حيوان، نبات. يعني احترام القيمه الذاتيه، احترم الشيء لذاته بعيد عن منفعته او ضرره ليا. اخيرا كان اخلاق المسؤوليه هانز يونس. وهانز يونس في حاجتين فكرتك بيهم، يعني ايه اخلاق مسؤوليه؟ وعي الانسان وادراكه ان مسؤول عن كل افعاله، ثم تحمل مسؤوليه الاجيال القادمه كمان. يونس عنده معنى اخلاق مسؤوليه واجيال قادمه كمان. ومع يونس في الاجيال القادمه هفكرك بواحد تاني، دانيال كالهان، اتكلم برضه على حق المستقبل والاجيال القادمه. فده كانت فكره عامه الاربع مذاهب اللي واحد منهم برضه جاي لك اخر السنه. اول سؤال عندنا كان في مايو 23، بيقول أليكس ووكر، تقول أليكس ووكر المؤلفه الامريكيه: الحيوانات في العالم موجوده لاسباب خاصه بهم، ولم تخلق الحيوانات للبشر، كما لم يخلق السود لخدمه البيض او النساء لخدمه الرجال. بيبرر القول الصادق إحدى رؤى الفلاسفة. طبعا أول ما تلاقي كلمة الحيوانات اجري دور يا جدع على بيتر سينجر أو توم ريجن. طب أنت ما عندكش ولا ده ولا ده، طب هتعمل إيه بقى؟ إن شاء الله هنقرا السؤال كويس يا حبيبي. أما الاقي السؤال بيقول لسيادتك يا حبيبي: الحيوانات في العالم موجودة لأسباب خاصة بهم، يعني لهم قيمة خاصة بهم، لهم أهمية خاصة بهم، يعني احترمهم. ولما قلت لك ليهم أهمية خاصة بهم، احترمهم لذاتهم، القيمة الخاصة بهم. هانز يونس اتكلم على الأجيال القادمة، كالهان أجيال قادمة، ليوبولد حيوان ومصادر المية ومصادر الطاقة وأخلاق أرض. لكن اللي قال لك احترم كل شيء حتى الحيوانات لذاتها لأسباب خاصة بيهم كان عمنا مين يا أستاذنا؟ أرني نايس بتاع الأيكولوجيا العميقة. كانت إجابتك صح، أرني نايس. 2 جت في النماذج 23، يقول هانز يونس: أخلاق معاصرة تهتم بالمستقبل. ماشي يا سيدي، الذي نبحث عن حمايته من نتائج أفعالنا لأجل مصلحة الأجيال المقبلة. احنا بنهتم بالمستقبل، وبالتالي اداك اختيارات. ما هو معياري متحقق ما كناش اهتمنا بيه في المستقبل، لو كان متحقق يا ريت. هو موجود بالفعل في الحاضر ملوش اي علاقة. ما تم في الماضي وانتهى مستحيل. لما يقول لسيادتك تهتم بالمستقبل ومصلحة كمان الأجيال المقبلة، معنى كده انه بيقول لسيادتك ما لم يوجد بعد اللي هو اخلاق المستقبل، ما لم يوجد بعد اللي احنا عايزين نكونه فين يا استاذنا؟ في المستقبل. مش محتاجة حاجة يعني. صليت على النبي، قول عليه الصلاه والسلام. وحد الله كده، مجد سيدك كده وانت قاعد بتسمع الفيديو، الله يخليك انت وهي. 3 يقول، ده بقى يا معلم ايه في 122، ما جابوش الفلاسفه، ما انت قلت لنا بتيجي كل سنه يا عم شريف، ايه بقى هتيجي في كلامك؟ استنى، ما جابوهمش بس جابوا ميثاق بتاع هانز يونس، ميثاق حقوق الاجيال القادمه، الناتج عن هانز يونس. الاجيال القادمه لها حق انها تاخد كوكب نظيف، فتراقب التكنولوجيا، تحارب السلبيات، تنشر السياسات الصح، تشجع الحكومات تغير من السياسات وهكذا. فالميثاق تبع الفلاسفه يعني جم منهم، مش هخدعك. وده اللي جبته لك في مايو 22. يقول جودن أروبورت: قبل أن تقدم التكنولوجيا الحديثة فإنه يجب السماح بوجود مرحلة تقييمية نفحص فيها هذه التكنولوجيا ومدى توافقها مع البيئة. وفي المدى البعيد يجب أن يأتي مخزون الطاقة من المصادر المتجددة والمعتدلة بيئيا
زي بقى الشمس وزي الرياح وهكذا. وادى لسيادتك بتوظف الدعوة التحذيرية الصادقة، توظف أحد بنود ميثاق حقوق الأجيال المقبلة. أما قول لسيادتك مرحلة تقييمية بنفحص فيها التكنولوجيا، يعني لازم نراقب التكنولوجيا ومدى سلبياتها. طب تمشي أي حاجة من الأربعة اللي عند سيادتك لما نراقب التكنولوجيا مرحلة تقييمية نفحص فيها التكنولوجيا فنراقبها ونجددها؟ عدم تلوث وتلف مظاهر البيئة الطبيعية ملهاش علاقة. تفعيل دور الحكومات منظمات غير حكومية ملهاش. منع الأضرار غير القابلة للعلاج مفيش. رقابة واعية للخير الناجم عن التقدم العلمي امسك. اشمعنى يا عم شريف؟ لأن التقدم العلمي هو ده التكنولوجيا حبيبي. أنا بنعمل رقابة واعية مرحلة تقييمية عشان نفحص فيها الناجم عن التقدم العلمي اللي هو بتاعت ايه يا باشا؟ بتاعت التكنولوجيا ومدى توافقها. 4 في مايو 21 قال لي سيادتك يقول برتراند ايرولين. هتلاقي عندك اسامي فلاسفه وانا بقى مالكش دعوه بيهم، ما تشغلش بالك بيهم يعني. ان المجتمع الذي يقتل ويأكل بلايين الحيوانات ويعتمد اقتصاديا على استغلالها كدعامة أساسية للثروة لا يستند إلى أي أسس أخلاقية، لأن الحيوانات يمكن أن تعاني وتشعر بالألم والخوف والقلق والوحدة. وينسجم الموقف السابق مع موقف ودنك اختيارات. أنا قلت لك اما اكلمك على سؤالك على حيوانات بس، عشان الحيوانات دي بتشعر بالسعاده والالم والراحه، مذهب المنفعه العامه اللي اعتمد عليه عمنا بيتر سينجر. كلامك على حق الحيوانات ودفاع عن حيوانات، ولا يونس ولا لاوتسي ولا نايس اللي اتكلم على حق الحيوانات كان عمنا بيتر سينجر. اجابتك رقم د بيتر سينجر. 5 العالم الفسيولوجي فريدزرون دي يقول لي ساعتها ايه بقى؟ يؤكد على مبدأ التعاون بين النباتات أقوى من مبدأ التنافس، فلا يوجد صراع ضار بين النبات والحيوان، فالوعي سمة من سمات الكائنات الحية. وادى لسيادتك 4 اختيارات. قال لك أولا التعاون بين النباتات، مبدأ التعاون. ماشي، كمل سؤالك. فالوعي سمة من سمات الكائنات الحية. اللي اتكلم ان الوعي سمة من سمات الكائنات الحية وخاصة الإنسان كان هانز يونس في أخلاق المسؤولية. ما قلت لك هانز يونس مش حقق أجيال مقبلة وبس، وعي الإنسان وإدراكه بقيمة التعاون بين الكائنات الحية، وعيه إن مسؤول عن أفعاله بمعنى أخلاق المسؤولية. يعني يا حبيبي كان اختيارنا الصحيح هانز يونس، ولا ينفع بقى نايس ولا ليوبولد زي ما قلت لسيادتك ولا سينجر بتاع الحيوانات، إنما اللي اتكلم على أخلاق المسؤولية وعي سيادة إدراكك هو هانز يونس. شكلك فاهم يا نص. رقم 6 قال لسيادتك تمتلك الحيوانات في حد ذاتها حقوقا خلقية تتمثل في ألا تقتل أو تؤذى أو توضع في الأسر، وما دامت الحيوانات لها حقوق فلا يمكن إخضاعها للتجريد إلا إذا أمكن أخذ موافقتها أو أمكن أن نعطي نحن الموافقة بالنيابة عنها. أما نتكلم على حق الحيوانات ولما نتكلم على الدفاع عن حق الحيوانات أثناء التجريب المعملي عليها، حقوق الحيوانات ده كان مين زي ما قلت لك؟ ده كان بيتر سينجر. أما نتكلم على حيوانات بس في سؤالنا وإن حقها إنها تعيش، ولا يونس نتكلم على كل الكائنات حية زي ما قلت لك وعلى أخلاق مسؤولية، ولا نايس اتكلم قيمة ذاتية الكائنات حية، ولا كلهان اتكلم على أجيال مستقبلية. إنما اللي اتكلم حق الحيوانات كان بيتر سينجر رقم د. نماذج 21 سؤالك السابع. لم تعد الكائنات الحية قادرة على المحافظة من أجل حفظ نصيبها من المسكن والبيئة، فلقد أصبح الإنسان العبقري والمخترع حرا تحقيق احتياجاته ولم يعد يفكر في المستقبل. استنى اقفش، لقيت المفتاح. ما هو برضه اقرأ كويس. لم يعد يفكر في المستقبل التكافلي. حق المستقبل بيتر سينجر حق الحيوانات. ابن رضوان ربط علاقة تأثير البيئة
على صحة الإنسان. ابن خلدون قلنا من شوية تأثير البيئة على أحوال البشر، لكن اللي اتكلم على الأجيال القادمة كان واحد من الاتنين، هانز يوناس، دانيال كالهان. واللي عندنا كان مين يا باشا؟ كان دانيال كالهان. الله أكبر عليك، إيه الحلاوة دي؟ رقم 8، آخر سؤال في المجموعة الخمسة ديت. العدالة تتطلب أن نخضع أعمالنا لقاعدة، وأن تكون تلك القاعدة هي نفسها لكل من يوضعون بنفس الموقف. فالكائنات الحية متساوون، لهم قيمة وكرامة، وعدم المساس بحقوقهم بنفس قيمة البشر. لما نتكلم على أن الكائنات الحية لهم قيمة وكرامة وما نمسهمش زي الباقي زيهم زي البني آدمين، كائنات حية، قصدي بقى مين يا باشا؟ قصدي بقى الحيوانات. طب هانز يوناس اتكلم على أجيال القادمة وأخلاق مسؤولية. كالهان أجيال قادمة ولا جبنا ذكرهم في السؤال. ابن خلدون قلنا 100,000 مرة ملوش علاقة بالموضوع دوت. إنما اللي اتكلمك على حق الحيوانات وإنهم مساويين زي البني آدمين توم ريجن. فمرة ما قال لك عدم إيذاء الإنسان برضه عدم إيذاء الحيوان، ما قلت لك. بيتر سينجر مذهب المنفعة العامة، جرب على الحيوانات بس قلل المعاناة. توم ريجن مبدأ عدم إلحاق الأذى، مش من حقك تأذي الحيوانات زي ما مش حقك تأذي مين يا باشا؟ الإنسان. وأدي يا باشا المجموعة الخمسة بتاعت الأسئلة بتاعتنا. ثم يا باشا المجموعة الستة والأخيرة، قول بقى الستة والسبعة على بعضها، اللي فيها يا حبيبي إيه؟ الجمعيات غير الحكومية ودورها في الحفاظ على البيئة، اللي هو المدخل بتاع أصحاب القرار، فاكر؟ اللي هم الاتفاقيات، القوانين اللي بنعملها، تشجيع على البحث العلمي، تنمية الوعي البيئي عند الناس. كل ده دور أصحاب القرار. لك أصحاب القرار لما تلاقي وزارة، مؤسسة حكومية، حكومة، اتفاقيات عملت، قوانين اتخذت. فعن الاقتصاديين، رجال الأعمال بتوع الفلوس يمولوا. الجمعيات الأهلية اللي هو الجمعيات غير التطوعية يشاركوا في جوه حماية البيئة، ينشروا وعي بيئي، ينموا الثقافة البيئية وهكذا. بص يا صاحبي، إما يجي لك مدخل أصحاب قرار أو فاعلين أو الأرجح، وده اللي هيجي لك كتير جدا بقى يا حبيبي من قلب الشرح بتاعهم. نجيب لك فقرة ونقول لسيادتك، وده هتجي لك برضه ما فيهاش فصال، اللي بتيجي كل سنة. قول لي بقى، لا عشان هجيب لك موقف وحش واقول لك قول لي عشان نعالج الموقف دوت، ننمي بقى البحث العلمي، نعمل قوانين، نعمل تشريعات، نجي لك كده كل سنه. ماشي يا حبيبي؟ يبقى بيجي لك في اول المحاضره خالص الممارسات السلبيه اللي انت بتعملها، ويجي لك حاجه زيها، تجي لك برضه حاجات سلبيه وازاي نواجهها. فخد بالك من الاسئله ديت. السنه اللي فاتت مثلا جابوا سؤالين فيها، قال لسيادتك: واحد، صون البيئه ده 123، واحترام عناصرها لابد أن ينبع من أساس إنساني أخلاقي يتمثل في رغبة الإنسان الداخلية في تغيير مواقفه حيال الطبيعة وعلاقته بيها. طب ده نعمله إزاي بقى يا عم الحاج؟ تعال بقى نسألك. هو ما يتم من خلال غرس فهم جديد للعلاقة المتوازنة بينه وبين الوسط المحيط به. ما أنا قلت لك ما تقلقش من السؤال الطويل ده، أسهل سؤال هتلاقي فيه مفتاح إجابتك. لما نغرس فهم جديد للعلاقة المتوازنة، نفهم الناس، نعرف الناس، نوعي الناس. قلت لك بقى هنخصص جزء من جبت لك سيرة فلوس في السؤال عشان نحافظ على البيئة، ما جبتلكش. طب بحث علمي عشان ننمي الموارد، ما قلناش علماء ولا بحث علمي خالص. طب قلت لك نعمل قوانين وتشريعات، سن وتفعيل التشريعات، ما قلناش قوانين وتشريعات. لكن قلت لك لما نغرس فهم جديد، نوعي الناس، نعرف الناس، تنمية الوعي البيئي ونشر الثقافة البيئية. رقم ج كان مفتاح إجابتك غرس فهم جديد، إجابتك تنمية الوعي البيئي، وهو ده يا باشا الفهم بتاع سيادتك. ذكرت سوزان يوسف بغدادي إن أهم المشكلات التي تؤثر على البيئة هي الأمية البيئية التي تتضح في سلوك المتعلمين، اللي هو ايه؟ الطلبة سيادتكم، يعني سيادتكم جهلة وما عندكوش ثقافة بيئية نحو بيئتهم، ويؤثر في إحداث إخلال في التوازن البيئي والذي يعرض حياة الإنسان والكائنات الحية لخطر الجماعي. يقترح للقضاء على الأمية البيئية لدى الطلاب عشان الطلاب ما يبقى عندهم وعي بيئي. نعمل ايه بقى؟ اقرار تشريعات وقوانين تجرم اخلال بالبيئه. ده احنا هنحبس 90% من الطلبه، ملهاش علاقه طبعا. الاهتمام بالتعاون الدولي لحمايه البيئه، هنسفر العيال بره مثلا، ملهاش علاقه.
ممارسة أنشطة مدرسية لتعديل السلوك البيئي والله تنفع. مش أنشطة مدرسية يعني ازرع مثلا، نظف حوالين منك ولا حاجة. طب شوف بعد ده الاهتمام بالبحوث العلمية تنمية البيئة ملهاش علاقة للطلبة. انما لما يكلمك على طلبة بس يا حبيبي، هنا بيكلمك على ممارسة الأنشطة البيئية وهكذا يا أستاذي. ممارسة الأنشطة المدرسية رقم ج. ماشي يا حبيبي. وخد بالك ممكن يقول لك برضو كده في المقال، يقول لك مثلا ايه، اقترح عدة أساليب تساعدك كطالب على انك تواجه مشكلة البيئة. قول له بقى ساعتها ممارسة أنشطة مدرسية تعديل السلوك البيئي اللي هو في السؤال دوت. قول له كمان مع مثلا إدخال التربية البيئية في المناهج الدراسية رقم 2 مثلا. والثلاثة تثقيف الطلاب من خلال الممارسات الفعلية. طب افرض قال لي يا مستر بقى مش كطالب، افرض قال لي اقترح عدة أساليب بصفة عامة بقى، مش كطالب، بصفة عامة بقى تواجه البيئة. سهلة جدا. هات من السؤال اللي قبل منها يا معلم. تخصيص جزء من مواردنا لحماية البيئة، تنمية الوعي البيئي، نشر ثقافة بيئية، سن وتفعيل تشريعات لحماية البيئة. يعني ممكن تاخد من الحاجات دي، خد بالك، أسئلة إجابة لأسئلتك المقالية لو عايزك إزاي تحافظ على البيئة. مايو 22 سؤالك رقم 3. قال لي سيادتك سؤال طويل قد كده ومفتاحه قد كده صغير. يعرف برنامج الأمم المتحدة للبيئة مفهوم الإنتاج الأنظف بأنه التطبيق المستمر لاستراتيجية بيئية وقائية على العمليات والمنتجات بهدف تقليل الأضرار التي يتعرض لها البشر والبيئة. وفي عمليات الإنتاج يشمل إنتاج الأنظف الحفاظ على المواد الخام والطاقة وعدم استخدام الخامات السامة وخفض كميات السمية وجميع الانبعاثات والمخلفات أثناء الإنتاج. كل ده سؤال يا رينا مش فايتة يا ابني، والله العظيم سهل. واديتك سيادتك إيه اختيارات. قبل ما أديك اختيارات تعالى الأول نرجع كده للسطر الثاني في السؤال. لما تبني السؤال بيقول لك إيه؟ وعدم استخدام الخامات السامة وخفض كميات السمية وجميع الانبعاثات والمخلفات أثناء عملية الإنتاج. هو ده الإنتاج الأنظف. صح الكلام؟ لما ما نستخدمش الخامات السامة ونخفض كمية السمية، هل بالله عليك ده معناه سيادتك اعتمدت تربية بيئية في مناهج مدرسية؟ حرام عليك، مستحيل. طب تنمية الوعي للمواطنين بخطورة المشكلة البيئية؟ ملهاش علاقة. مصادرة حق الدول التطور العلمي؟ مستحيل. مواجهة الأخطار التوازنات دي اللي بقيت يعني يا مستر. طب اشمعنى؟ ما هو قال لك عدم استخدام الخامات السامة وخفض كمية السميات، وبالتالي هي دي الأخطار المخلفات من عملية الإنتاج. دي مواجهة الأخطار اللي بتهدد توازن البيئة. كانت إجابتك رقم د، مواجهة الأخطار اللي بتهدد البيئة. مش محتاجة حاجة يعني. 4. التدخين يشارك بنسبة كبيرة في تلوث البيئة الخارجية كما يعمل على تدمير البيئة الداخلية للجسم، حيث أثبتت الدراسات أن 30% من حالات الإصابة بالسرطان يسببها التدخين. ده جه في مايو 22. بندي سيادتك معلومات عن التدخين وعن أضرار التدخين وعن ضرر السجاير ووجع قلب السجاير. لما اديك معلومات عن التدخين انه بيلوث البيئة الخارجية ويدمر البيئة، انا بعرفك، انا بفهمك. انا ولا قلت لسيادتك خدنا فلوس عشان ننمي البيئة، ولا قلت لك شجع على بحث علمي في السجاير، ولا قلت لك خلاص المخلفات بطريقة غير علمية سليمة. انا كل قلت لك لا بفهمتك ووعيتك بخطورة البيئة، بخطورة التدخين اسف. وبالتالي كانت اجابتك تنمية الوعي البيئي عند الافراد لما فهمناك وعرفناك ايه هي اخطار البيئة. اللي بعد رقم 5 يقول دكتور احمد السيد انها عملية اعداد الانسان للتفاعل الناجح مع بيئته بما تشمله من موارد مختلفة. يتطلب هذا الاعداد اكساب وامسك الملام. تعرف سؤالك فين؟ اكساب المعرفة البيئية اللي هتساعده على فهم العلاقات المتبادلة بين الإنسان وعناصر بيئته. احنا عايزين نديله المعرفة البيئية، نديله المعلومات البيئية. هل قلنا له خش واعمل بحث علمي؟ ما قلناش. قوانين وتشريعات؟ والله الوكيل ما جبت سيرتها. الحد من التوازن البيئي ملهاش أي علاقة بالسؤال بتاعنا. لما اديك المعرفة اديك المعلومات، انا بوعي سيادتك، انا بلمي سيادتك، بثقف حضرتك. التربية والثقافة البيئية الإجابة الصحيحة. شكلك فاهم يا نص.
رقم 6 جت في أغسطس 22، يتم إلقاء النفايات الكيميائية للمصانع في الأنهار والبحيرات وغير ذلك من المجاري المائية، مما يشكل خطورة كبيرة على الثروة المائية والكائنات الحية، مما يعرضها للانقراض. نستنتج من أنه يمكن حماية البيئة من الملوثات السابقة عن طريق وجودك اختيارات. بس قال ما اديك اختيارات، شوف قال لسيادتك ايه. الراجل قال لسيادتك القاء النفايات الكيميائيه في المصانع والانهار. طب تعالى نشوف تعالج الموضوع ده ازاي. نتخلص من مخلفات بطريقه بدائيه يا راجل، ما هو هي دي الطريقه البدائيه اللي بنعملها اللي في السؤال. نهتم ببرامج التربيه البيئيه، ما قلناش حاجه ما لا التربيه البيئيه مالهاش اي علاقه. تهميش دور المنظمات مستحيل. لكن لو بصيت لرقم ج، التخلص من المخلفات بطريقة سليمة، إجابتك المظبوطة. لأن قال لسيادتك إلقاء النفايات الكيميائية في المصانع في الأنهار. طب نعالجها إزاي؟ لما نتخلص منها بطريقة علمية سليمة، رقم ج. تعال بقى نخش رقم 7. تهدف الاتفاقيات الدولية المود إلى منع استخدام البيئة كوسيلة للحرب من خلال التلاعب بالعمليات الطبيعية التي يمكن أن تنتج ظواهر مثل الأعاصير أو إحداث تغيرات في البيئة الطبيعية. يتحقق إلزام الدول ببنود الاتفاقية السابقة من خلال، لما قلت لك لما نتكلم على اتفاقيات دولية بتتعمل، احنا بنتكلم هنا مين يا معلم؟ على المنظمات الأهلية التطوعية؟ لا. المالية الاقتصاديين ملهاش علاقة. مؤثر الإعلاميين على الاتفاقيات الدولية، القوانين الدولية بتاعت مين يا أستاذ؟ اللي قلت لك في الأول أصحاب القرار. 8. يقول أسامة الخولي هناك اليوم أعداد متزايدة من مؤسسات التمويل يشترط الالتزام بمتطلبات بيئية معينة كشرط أساسي لتقديم التمويل في المشروعات التنموية. يعطي القول السابق مثالا على أحد مداخل حماية البيئة وهو ودناك اختيارات. قلت لك مسائل التمويل دي مسؤولية مين يا أستاذنا؟ مسؤولية الفاعلين الاقتصاديين، هم دول بتوع التمويل وبتوع الفلوس. أما قال لك تخصيص جزء من مواردهم للحفاظ على البيئة، ولا بقى منظمات حكومية ولا ثقافة بيئية ولا منظمات غير حكومية. الفصل بتاعك اتختم بمنظمتين كأمثلة: منظمة السلام الأخضر لحماية البيئة والسلم، ودي اللي كانت بتحافظ على كل مجالات البيئة بقى، بحار وغابات ومحيطات وموارد طبيعية ومواد كيماوية، بتحارب مواد كيماوية. بس أهم حاجة ليها الأسلحة الكيماوية وأسلحة الدمار الشامل، كده سمت سلام أخضر بيئة ومحاربة الأسلحة. أما التانية المنظمة العالمية لحماية الحيوانات البرية، كلامنا هنا عن الحيوانات بس ليس إلا. ودي جت عليها سؤالين قبل كده في 121. قال لك يجب علينا أن نحمي مواطن الباندا والشمبانزي. دب الباندا والشمبانزي دي من الحيوانات البرية المهددة بالانقراض حتى يمكنها أن تعيش بحرية وفق القوانين الخاصة بها. ودون ده قلت لك من شوية أما أكلم سيادتك على الحيوانات، ولا سلام أخضر ولا المنظمة العالمية لحماية الحيوانات البحرية، خد بالك هي مش بحرية ولا حاجة. وطبعا اليونسكو دي منظمة الثقافة والعلوم، اليونسكو ملهاش علاقة خالص. دي المنظمة العالمية لحماية الحيوانات البرية، دي المسؤولة عن حماية الحيوانات زي ما قلت لك. آخر سؤال. منظمة ده جت أغسطس 21، بقى لهم سنتين ما جابوش المنظمات، خد بالك. منظمة تولي اهتماما خاصا بالحفاظ على طبيعة الأشياء وتقف ضد عملية نقل ودفن النفايات الخطرة. إيه بقى النفايات الخطرة؟ المواد المشعة، الأسلحة النووية، الأسلحة البيولوجية. ولما اتكلم على أسلحة الكيماوية والأسلحة البيولوجية، ولا يونسكو اتكلمت ولا حيوانات برية ولا حيوانات بحرية. اللي اتكلم على الأسلحة الدمار الشامل زي ما قلت لك هي منظمة السلام الأخضر. ماشي يا حبيبي. وآدي يا باشا كانت مراجعة على الباب الأول كله على هيئة س وج. ماشي يا رجالة، يلا السلام عليكم.